تكاليف الجواز هنحاول ان احنا نتكلم في التفاصيل. طبعا احنا حاولنا ان احنا نجمع معلومات من اكتر من مدينة. اول قاعدة لازم تكونوا عارفينها ان في اندونيسيا الاسعار بتختلف، يعني كل مدينة بيكون ليها سعر تاني. احنا جبنا الاسعار من كليمانتان، سلاويسي، من جاوا وجاكرتا. طيب هنبدأ من جزيرة مادورا. الاسعار اللي احنا هنقولها دي لان اغلب الناس بيعملوا ايه، بتروح لواحد بيكون هو متخصص او متعهد حفلات، اللي هو ويدنج بلانر. ده راجل بيجيب لك المكان اللي انت هتتجوز فيه، سواء بقى كانت حتة ارض او مبنى او اوضة ايا مكان، وبيعمل لك فيه ديكور، بيجيب لك فيه فرقة، بيجيب لك فيه مغنيين، بيعمل لك كل شيء انت بتحتاجه في الفرح، حتى الاكل. يعني انت ممكن انت تتفق معاه على الاكل، عايز مثلا تقدم ايه، هو بيجيب لك شيف بيطبخ لك الاكل وبيقدمه. بيمسك كل حاجه في الفرح من الالف الى الياء. دلوقتي في جزيره مادورا، لان طبعا زي ما قلنا كل جزيره وكل مكان بيكون له سعر مختلف عن التاني، فاحنا هنمسكهم كده جزيره جزيره. في جزيره مادورا الاسعار اللي وصلنا لها في المتوسط من 30 مليون ل 60 مليون روبيا. من 30 ل 60 مليون ده سعر الباكج كلها. شامل ايه بقى؟ المبنى، تأجير المبنى من 5 ل7. الميك اب ارتست بياخد من 7 ل8. وزي ما قلت ممكن ان هو يكون يعمل العروسة فقط، او ان هو يعمل العروسة وحد كمان، والدتها، اخواتها. لو حد جاي من عيلتك من الستات ممكن برضو ان يكونوا داخلين في الباكج. كل ميك اب ارتست بيحدد هيعمل لكام شخصية. الديكور بيتراوح من 3 ل8. طبعا ده بيختلف حسب الالوان والحاجات اللي انت عايز تحطها في الديكور بتاعك. والساوند سيستم من 1 ل3. هيختلف طبعا لو مجرد ساوند سيستم عادي ولا دي جي. الاكل من 3 ل6 مليون. طبعا سعر الاكل ده ل100 فرد فقط. والام سي اللي هو الراجل اللي هو بيكون متعهد الحفلات من 1 ل2 مليون ونص. والمغني من 1.5. في جاوا وغربها بقى، في الغرب من 10 ل15. ده المبنى بس، او المكان، القاعة اللي انت هتاخد فيها. الفستان حوالي 3 مليون روبيا. الديكور 20 مليون. الساوند Sound سيستم system 2.5 million. 2 مليون. Yes, and food 15 million for 100 person. حوالي 15 مليون ل100 فرد، لكل 100 فرد. And MC for 1 to 1.5 million. الام سي ده اللي هو الراجل اللي بيكون ماسك المايك وبيقدم الفقرات بتاعة الفرح. Singer 5 million. من 1 ل1.5 مليون. والمغني بياخد 5. طبعا مغنيين في جاوا اغلى من مادورا. انت في ايدك انك تتحكم، هتحط مثلا ايه نوع الاكل اللي انت هتحطه. هما بيحطوا مثلا رز ولحمة وبيض، ويعني حتة خضار. في ناس بتجيب جيلاتي، في ناس بتجيب كيك، في ناس ما بتجيبش كيك، في ناس بتحط فطيرة صغيرة، في ناس بتجيب أكل غالي، في ناس بتجيب أكل رخيص. فالفكرة إن هي زي ما بتعمل في مصر بالظبط، إن أنت ممكن تنزل من الديكور مبلغ، من الميك اب مبلغ، من التصوير مبلغ، من الساوند سيستم تبدأ تنزل مبلغ هنا وهنا، تتفاوض معاه لحد ما توصل لمبلغ يريحك. في كليمانتان، غرب كليمانتان الغربية، نقول مثلا ان Let's say الميك اب building. والفستان والديكور من 10 ل40 مليون. بيكونوا باكج 3 مع بعض، الديكور بالفستان بتاع العروسة بالميك اب بتاعها. من 10 ل40 مليون روبيا. في الراجل اللي هو اللي بيقدم ده بياخد له من 200 ل300 ألف، يعني مش مبلغ ما تحسبوش. Okay. في ايه تاني، الساوند سيستم والمغنية حوالي من 4 ل5 مليون. الأكل هيكلف له حوالي 4 مليون لكل 100 فرد. ده في كليمانتان. دي الأسعار اللي أنا عرفت أوصل لها، حوالي $2450 في وسط كليمانتان. ده فرح متوسط. طبعا زي ما قلنا في حالة إن أنت هتجيب كل شيء هتكلف حوالي 34 المليون روبيا، بما يعادل $2450. في سعر تاني عندنا من كليمانتان. المشكلة بقى في كليمانتان اللبس والديكور بيكلف حوالي 83 مليون. والسبب في كده انه طبعا احنا عارفين ان كل جزيرة ليها تقاليد خاصة بيها، وخصوصا اللبس.
ففي العروسة بتلبس زي تاج كبير كده، وانت برضو بتلبس حاجة شبهه، وبيبقى فيه ورد وديكور كتير في اللبس، فبتكلف حوالي 83 مليون. الساوند 71. سيستم والام سي والمغنية بتاخد حوالي من 8 ل 10 مليون، ده مبلغ يعني يعتبر مقدور عليه. الأكل من 25 ل 35 ألف للفرد، يعني حوالي 2 مليون ونص ل 3 مليون ونص لل100 نفر. المتوسط بتاعها هيكلف حوالي 5000 دولار. ده واحد تاني في كلمنتان. طبعا الفرق زي ما قلنا في اللبس، لان اللبس طبعا مش بيلبسوا فستان عادي او بدلة عادية، بيلبسوا حاجة كده شبه زي تاج فوق الراس، وهي برضو فوق راسها بتلبس حاجة زي تاج بيبقى تقيل شوية، وفي حاجات بتتلبس هنا وبتتلبس هنا، العريس والعروسة بيلبسوها، وبيبقوا طقمين. يعني انت بتيجي بتلبس طقم وبتقعدوا مثلا نص الفرح، بعد كده بتدخلوا على أوضة بتغيروا هدومكم بتلبسوا طقم تاني، فكل الحاجات دي بتتأجر. في باندونج في واحد على الانستجرام عامل باكج ب 32 و500 ألف روبيا، 32 مليون روبيا و500. فيها 300 300. فيها 300 صندوق أكل. ده طبعا wedding الأكل بيبقى organizer. في صندوق، وويدنج اورجنايزر وديكوريشن وميك اب وماستر اوف سيرموني اللي هو الراجل اللي بالمايك ده. احنا في سلاويسي لقينا الباكج واحدة ب20 مليون، واحدة ب25 مليون، واحدة ب38 مليون. فاحنا برضو الاسعار اللي احنا بنقولها دي هتلاقي ان كل ويدنج بلانر عنده اكتر من سعر. انا اتجوزت داخل يعني كاني كتبت كتاب وعملت فرح صغير. الفرح عبارة عن ان الناس جم باركولنا، وكل واحد اخد صندوق اكل، صندوق كان فيه لحمة ورز ومشروب طبعا. فانا ما دفعتش ديكور، ما جبتش مغني، ما جبتش دي جي، ما جبتش ما صرفتش كتير في الكوشة. عملته فرح اسلامي بسيط، فعشان كده ما كلفش كتير. انما اللي احنا بنتكلم فيه ده فرح فيه دي جي، في واحد بيقدم، في مغنية، في فرقة بتيجي تعزف، واحد على كيبورد وعلى مزمار وعلى آلات عزف، في 2 مصورين، في واحد مصور فيديو، في ساوند سيستم، في الفستان بتاع الفرح. طبعا احنا فصلنا فستان فرح ما جبناهوش، ده الباكج اللي احنا بنقول عليها دي داخل فيها فستان الفرح، في ميك اب، في تأجير القاعة او تأجير المكان احنا عملناه عندها في البيت، لان عندهم في البيت مكان واسع، فعملنا فيه الديكور وحطينا الكوشة فيه، زي كانت حاجة شبه زي الفرح اللي احنا صورناه امبارح. For لسه ما 40 خلصناش million. 40 سلاويسي. million. حوالي 45 مليون. 45 مليون لو هتاخد الباكج كلها. 3 مليون المبنى أو القاعة اللي هتتجوز فيها، 5 مليون للميك اب، و5 مليون زيهم للفستان، 10 مليون للديكور، 75 ألف للأكل. يعني تقريبا 100 فرد هيعمل 7 مليون ونص للأكل. وفي من 3 ل5 مليون ده للساوند سيستم والمغنية. 3000 دولار، أكتر من 3000 دولار، 3 ونص. دي أسعار متوسطة. احنا حاولنا إن احنا ندور على حد في سلاويسي وبعتنا له، قال لنا والله دي الأسعار. 400 جاكرتا million. لو هنعمله في قاعة الباكج بتاخد 100 مليون روبيا، لو في فندق يبقى 400 مليون روبيا. 100 مليون روبيا يعني حوالي 7000 وكسور، 7142 دولار بالظبط، حوالي Or 7000 دولار. in طبعا ده hotel. لو انت هتاخد الباكج كاملة بالميك اب بالمغني بالاكل طبعا، لان جاكرتا العاصمة فالحاجات كلها فيها بتبقى غالية. لو هتعمل في فندق ممكن الرقم يوصل معاك الى 28 ألف دولار. في جزيرة مادورا حوالي 1000 دولار. جاوا حوالي 4000 دولار. في كليمنتان 5000 دولار. في واحد تاني برضو ادانا سعر تاني اللي هو 2500 دولار، يعني قول كليمنتان من 2500 ل 5000 دولار. سلاويسي يعني تقريبا 3000 دولار. طبعا جاكرتا اغلى حاجة فيهم بتبقى 7000 دولار لو ان انت هتعمله في قاعة،
وممكن توصل ل28,000 دولار لو انت هتعمل في فندق. طبعا الكلام ده لو انت هتعمل في فندق 5 نجوم بباكج كاملة. هو اغلب نظام الجواز يا اما هتروح لواحد وهيديلك الاسعار دي، وكل واحد بقى بيكون عنده اكتر من باكج بتختار منها، او لو ينفع ان انت تعمله عندها في البيت، تجيب واحد يعمل لك الديكور بس، وتجيب واحد يصور بس. الاكل مثلا بدل ما حد يعمله لك ممكن انت تتفق مع مطعم ان هو يجيبه لك ويغلفه لك. يعني اللي اقصده ان انت حاول تقلل في المصاريف على قد ما تقدر. طبعا دي الاسعار بتاعة الجواز، وربنا يوفقكم جميعا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، ونشوف وشكم بخير في اللايف اللي جاي. يلا، السلام عليكم.